مسيتكم بالخير وأهلا وسهلا بكم. الوصفة هذه مع إني شاركتها معاكم برشا مرات أما ديما تطلبوها مني. دونك وقت لقيت تزينة بريك في الفريجيدير، قلت علاش لا ما نجربهاش معاكم، خاصة البريك هذاك بيت ليلة ولا زوز ما عادش معناها منظره باش يكون باهي في القليان، دونك علاش لا ما نعملوش بيه طاجين. هاني غاديك خذيت كعبات بطاطا قصيتهم في شكل مربعات صغار باش نقليهم في القلاية الهوائية، ومن بعد باش ناخذ رويسات بصل كيف نقصهم بجويدين، بصل أخضر سيرتو متاع الشتي، البصل الأخضر نحبه برشا راني نحطه في أغلب الأطباق الشتوية، وترونش صغيرة متاع سكالوب متاع دجاج. وباش نمشي نعمل التختوخ متاع في شوية زيت زيتونة، حطيت هاك البصل والسكالوب باش نعمل عليهم شوية مغرفة صغيرة موتارد، تعرفوا الموتارد ينحي برشا الزفارة متاع الدجاج. اللي ما عندهاش موتارد ينجم يعمل شوية قارص ولا خل ولا شوية ثوم، أنا هني ما عملتش الثوم في الطاجين، يعني أغلب الأحيان ما نعملش الثوم. وعملت مغرفة فلفل أكحل ومغرفة صغيرة كركم وشوية ملح، زدت شوية الكركم باش يعطيك اللون الأصفر المزيان. دونك خليت التختوخ يطيب غاديكا وزدته شوية مي ونقصت عليه النار. وتعرفوا انه هو شويه بركه مي، خاطر السكركم تاع الدجاج كيما ديما نقول لكم راهو ما فيش يروح في ساعه ما يطيب. تو باش نحط المكونات الموجوده اللي عندي، يعني باش نعمل هني كيما قلت لكم هكا التختوخ نتاع السكالوب وكعبات البطاطا المقليين في الاير فراير. لقيت التختوخ شويه قلت علاش ما نزكيش بكعبتين بيض مسموطين وشوية معدنوس وشوية بصل أخضر مقصوص جويد، وخلطت المكونات. أو براسيب يجي حتى زاد فيه جبن ربي، أنا ما عنديش جبن ربي، استعملت جبن المثلثات الموجود عندي. عملت حكاية 6 كعبات هكاكا، وركفت 4 كعبات بيض مع شوية فلفل أكحل عصفارة كالعادة، باش نخلط المكونات الكل مع بعضها اللي هو مكونات طاجين عادية. تو باش نمشيو نعملو المونتاج متاع البريك في البلاتو. طبعًا لازمني نخلّط المكونات مع بعضها باش تتجانس مليح مليح وتدخل مع بعضها مليح، باش نحطها على جنب وباش نجيب البلاتو اللي باش نحط فيه الأوراق متاع الملصوقة. دونك لازمني هني شوية زبدة، مستحسن تكون زبدة حيوانية باش تعطيك الطعمة البنينة. باش نبدأ دهنت الطبق بالزبدة هكاكا وشفتوني قعدت نرصف ترصيف عادي في كعيبات البريك، راهو ماهوش صعيب برشا، وحتى كان كعبة البريك تقطعت في يدك ما تخافيش عادي، راهو العظم يلم كل شيء، خاصة البلاتو زادا يعطي الشكل. تو تشوفوها من بعد كيفاش يجي منظرها مزيان. حطيت دورت كعيبات على جناب وحطيت كعبة في الوسط وكل مرة ندهن بالزبدة. تو باش نبدأ نسكر الجهة اللي باش تسكريها على الحشو متاع الطاجين، ما تدهنش بالزبدة، ما ندهنتهاش، جوست ندهن ما يكونش من فوق بركة. دهنت الكعبة هاذيك وباش نبدا نسكر عليها، نسكر بالطريقة هاذيك وندهن ونبدا نلم الكعيبات الكل، راهو يتلم لك من بعد يتجبل لك من بعد في الفور ويعطيك منظر باهي. وبالنسبة للفورمة متاع الطبق راه مش بالضرورة يكون الطبق هيك العلو متاعه جويد، معناها تنجمي تستعملي أي طبق تحبي عليه، غير بركا أني راني الطاجين راني خلف العباد، راني الطاجين ما نحبهاش عالي، معناها نحب الإبيسور متاعها متوسط. وزدت كعبة من فوق وسكرت عليها وصبيت عليها بقية الزبدة، باش ندخلها للفور على أقصى درجة 200 درجة 250 درجة، نحل عليه من اللوطة وبعد ما نحسه هيك تجبن وطاب من داخل نحل عليه شوية من فوق باش يتحمر شوية كاكا آخر وخرجناه. شوفوا المنظر المزيان على المحلاه، باش نخليه يبرد شوي وبعد باش نقلبه في صحن باش نجم نقص لكم ترانش من داخل باش تشوفوه. طبعا الطعمة راهي طعمة من غير ما نحكي لكم على الطعمة، تعرفوا كل طعمة الطاجين بصراحة الطاجين التونسي احنا عندنا لا يعلى عليه، باللي تحطي فيه يجي بنين. دونك هاو أنا شفتوا كيفاش تلم، حتى لو أن كعبة البريكة تقطعت لي منه شوية ومنه شوية، أما شفتوا هالمنظر جي منظر مزيان وشاد روحه ماهوش خايب معناه. بورتون سخون راني قاعدة نشد فيه بالسيف ونقص لكم في ترونش منها بالسيف، سخون برشا يعني أنا قصيت تروش بسيستها بشوي بشوي باش ما تتفترشليش. شوفوا أنا البخار مازال طالع من مرسو الطاجين. أسهل منه ما فماش الطاجين الملصوقة، وراهو معناها خدمته زادة سهلة ياسر. واني في رمضان راني نعمله أكثر من البريك العادي. علاش نقول هو أول حاجة الساعة سريع وصحي وما يشدش برشا ليد ويجي بنين كالعادة بنين. إن شاء الله وصلنا هني آخر فيديو، ما بقى لي إلا نقول لكم إلى اللقاء في فيديو آخر، وتحياتي حبيباتي.